مكان تقدر تشتري منه أسلحة، مخدرات، فلوس مزورة، حسابات بنكية مهكرة بآلاف الدولارات. ومش كده بس، لا ده انت ممكن كمان تلاقي عليه أعضاء بشرية، وكمان لو عايز تأجر قاتل مأجور. حتى الكتب الممنوعة ومناهج أكاديمية لأكبر الجامعات في العالم. والمفاجأة بقى، كل ده ببلاش. كل ده موجود على شبكة اسمها الدارك ويب أو الإنترنت الخفي. اهلا بكم في بودكاست السيد محرم، الحلقه الاولى. واللي ما يعرفش عن ايه بودكاست، هو عباره عن محتوى زي الراديو بنتكلم فيه وبنناقش فيه مواضيع اجتماعيه وفنيه وسياسيه. اتشرفت بزيارتك للحساب الشخصي بتاعي على فيسبوك، واللي بنزل عليه الجزء الثاني من سلسله فيديوهات النص المفقود. ولو حابب تتابع السلسله ممكن تدخل على صفحتي اللي انت بتسمعني من خلالها دلوقتي، وتخش تشوف باقي الحلقات من سلسله فيديوهات النص المفقود الجزء الثاني. وده بودكاست الحلقة الأولى، واللي إن شاء الله هستمر معاكم في البودكاست ده طول سنة 2022. وموضوع النهاردة عن الوجه الآخر للإنترنت، واللي بيطلق عليه الديب ويب، وفي ناس بتقول عليه الدارك ويب. شبكة الديب ويب شبكة بتلاقي عليها كل حاجة مهما كانت الحاجة دي ممنوعة ومش موجودة أو مش عارف توصل ليها بأي طريقة. كل ده موجود على الإنترنت المظلم. بس خلي بالك، اللي بيقف على البر ما بيغرقش يا صاحبي. يعني بالمختصر المفيد، لو أنت شخص عادي فما انصحكش إنك تحاول تدخل العالم ده حتى لو على سبيل الفضول، علشان ممكن في أقل من ثانية جهازك يتركب من أتفه هاكر موجود على الشبكة دي ويتم ابتزازك، وممكن يوصل بك الحال إن يتوجه لك اتهامات بجرائم أنت ما تعرفش عنها حاجة. فالحلقة دي احنا بنشرح ليك إيه هي شبكة الدارك ويب، اللي بقى مصطلحها موجود باستمرار على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكيد هيجيلك فضول إنك تدخل العالم ده وتشوف هو عبارة عن إيه. فإحنا هنا هنرضي فضولك من غير ما تسبب لنفسك ضرر. تعال بقى أعرفك الفرق بين الإنترنت العادي اللي أنت بتستخدمه بشبه يومي وبين الإنترنت المظلم. الانترنت العادي هو عبارة عن جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع اللي زي نتفليكس والحاجات اللي كلنا عارفينها وبنستخدمها بشبه يومي. الانترنت العادي مثلا مش هتلاقي عليه اي حاجة شمال غير الافلام الاباحية، وده مسموح بيه علشان في دول كتيرة بتعتبر الافلام الاباحية محتوى عادي وثقافي لابد من نشره في المجتمعات. لكن احنا كمسلمين بنحرم اي محتوى من النوع ده بتاتا. على سبيل المثال، لو انت جيت تدور على طريقة او شرح ازاي تخترق حساب فيسبوك وفضلت تبحث وتسرش على جوجل ويوتيوب عشان تلاقي طريقة، مش هتلاقي. وكل الطرق اللي بيتم نشرها بطيخ. والسبب ان شبكة الانترنت العادي تحت رقابة من الحكومات. يعني مثلا ما ينفعش موقع رسمي ومرخص زي يوتيوب يسيب شرح بيشرح فيه طريقة ازاي يعلم الناس ان هو يخترق اي حساب فيسبوك او حتى يفتح شبكة واي فاي. والسبب ان كل المواقع دي اصحابها مسؤولة عن اي محتوى موجود على مواقعها، فبالتالي كل المواقع عاملة خاصية الذكاء الاصطناعي لفحص اي شيء بيتنشر عليه. بالبلد كده الحاجة بتتفرز قبل ما بتتنشر عليه. كمان جوجل بلاير وشبكة جوجل عامة مش هتعطيك اكتر من كراك لتشغيل برنامج عادي. يعني مثلا ما تروحش على جوجل بلاير وتكتب تحميل تطبيق لاختراق فيسبوك او واي فاي، عشان كل التطبيقات اللي هتلاقيها موجودة عبارة عن بطيخ. لما تيجي تحمل التطبيق هتفضل تقفل في اعلانات، وصاحب التطبيق يستفاد من الكوركات اللي بتصدق التطبيقات دي ومش هتستفاد بحاجة. يعني من الاخر كده شبكة الانترنت العادي مش هتلاقي عليها اي محتوى غير العادي والتطبيقات المصرح بيها. طب خد عندك المعلومة دي كمان عشان انت حبيبي. اقول لك على معلومة، انت تعرف ان انا وانت وكل مستخدم عادي لنا سجلات بكل نشاطاتنا اللي بنقوم بيها على شبكة الانترنت العادي. السجل ده هو عبارة عن كل حاجة بنعملها طول ما احنا موجودين على الانترنت العادي. يعني عمليات البحث اللي بنقوم بيها والافلام والاغاني اللي بنسمعها، خطواتك من غير حتى ما تفتح الجي بي اس، لدرجة يا راجل التليفون اللي بتسجله او ارقام التليفونات اللي بيتم تسجيلها، حتى صورك اللي انت مسحتها من سنين، كل ده موجودة. من الاخر كده انت مش مراقب، ده حتى ذوقك في الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي ما بتحبهاش الذكاء الاصطناعي عارف ذوقك اكتر منك. عشان كده هتلاقي الحاجات اللي انت بتتابعها او بتبحث عنها بتتصدر لك باستمرار في البداية في اي شيء انت بتفتحه، سواء بقى اغاني بتسمعها على انغامي او يوتيوب ميوزك او حتى افلام بتتفرج عليها على نتفليكس او حتى مواضيع او اشخاص حتى بتتابعهم. ده بقى بالمختصر المفيد التعريف عن شبكة الانترنت العادي. تعالى بقى نروح للانترنت
الخفي اللي مفيش عليه اي رقابة، وعلشان تدخل عليه لازم تعمل خطوات بتبان انها سهلة لكن في الحقيقة دي خطر على المستخدم العادي. علشان الاشخاص المتواجدين على شبكة الانترنت المظلم، يوم مبرمج بيتابع الاكواد اللي بيتم تطويرها من خلال الهاكر الهجوم. علشان اي مبرمج بيجي يعمل تطبيق او برنامج او بيبني شبكة لازم يفضل كل فترة يعمل للبرامج بتاعته دي تحديثات او يبعت لها تحديثات. التحديث ده عبارة عن ايه؟ اضافة ملفات بتعزز حماية المنتج بتاعه من الهجمات المقرصنة، واللي بتتم من خلال الهاكر اللي دايما بيبتكروا كتابة اكواد متغيرة باستمرار لكل ثغرة او هاك بيتم صنعه. فدور المبرمج او الهاكر الاخلاقي انه يفضل يتابع ويعرف الاكواد الجديدة عاملة ازاي علشان يقدر يحمي التطبيقات او البرامج اللي هو صنعها من الهجمات دي. حتى مبرمجين الانظمة زي مثلا مبرمجين نظام ويندوز بتاع مايكروسوفت او نظام الماكنتوش لابل، حتى مطورين البرامج والالعاب بيدخلوا يوميا على شبكة الدارك ويب علشان يعززوا حماية انظمتهم، او بمعنى اصح يعززوا منتجهم اللي متواجد في السوق. طيب ده النوع الاول. اما باقي الانواع المتواجدة على الانترنت المظلم هم عبارة عن اشخاص مثل الهاكر الاخلاقي والهاكر الهجومي، والنوعين دول هم عبارة عن جيوش سبرانية، جيوش نازلين طحن في بعض بقالهم اكتر من 10 سنين. تعال اعرفك اول يعني ايه جيش سبراني. في الوقت الحالي كل دول العالم عندها جيوش سبرانية، بنقول عليها عندنا هنا في الدول العربية امن المعلومات. الجيش السبراني ده مهمته ايه؟ مهمته انه يتصدى اي هجمات بتيجي على مؤسسات دولته من الجيوش السبرانية بتاعت الدول المعادية لبلده، وبيقوم كمان بعمليات هجوم على المؤسسات العامة للدول المعادية لبلده. طيب الجيش السبراني ده عبارة عن ايه؟ والاشخاص اللي فيه مين دول؟ على سبيل المثال هنا في مصر الجيش السبراني جزء من جهاز المخابرات العامة المصرية، بيتم اختيار الاشخاص اللي بتنضم للخدمة او بتخدم بلدها بمواصفات دقيقة جدا. اولا لازم يكون هاكر وصل لدرجة انه يقدر يخترق اي حساب من على اي منصة. ثانيا يكون عنده سرعة في اختيار الوقت المناسب لعمليات الهجوم اللي بيقوم بيها. كمان يكون متابع للوضع السياسي في كل دول العالم ويقدر يحلل المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية كمان، عشان ده هيفيده في عمله. اي شخص حاليا في الجيش السبراني اقرب الناس ليه ممكن ما تعرفش ان هو عضو في الامن السبراني، وبيظهر للمجتمع انه شخص عادي وما ينفعش يعلن عن نفسه، والسبب هو الخطورة على حياته وحياة اسرته. علشان افراد الامن السبراني بيتم اغتيالهم من الدول المعادية لدولته، عشان اي عضو في الجيش السبراني بيبقى شخص غير عادي وبيبقى عارف معلومات بنفس حجم المعلومات اللي بيعرفها اجهزة المخابرات في جميع دول العالم. عشان كده بيبقى تحت المراقبة 24 ساعة لأسباب أمنية، والأسباب بتحفظ لحياته، وكمان تصرفاته محسوبة عليه، بالإضافة إن أي حد بيدخل حياته بيكون هو تحت المراقبة الأمنية. كمان ممكن يطلب منه إنه يقطع علاقته بأي شخص بيتم الشك فيه بنسبة 1%. أي عضو في الأمن السبراني بيزور القطاع التابع ليه اللي هو القيادة اللي بتقيمه، بيزور القطاع ده مرة واحدة في السنة. وكمان أعضاء الأمن السبراني محدش فيهم يعرف التاني، وده حفاظا على حياتهم. كمان التعليمات الهجومية والتصدي للهجوم المقرصن بتكون في سرية تامة. وكمان أي عضو في أمن المعلومات السبرانية بيقوم بعمله من خلال بيته أو من أي مكان هو متواجد فيه. من 2010 لحد دلوقتي حرب السبرانية قايمة بين الدول وبعضها، وأغلبها بيكون على شبكة الدارك. عشان كده قلت لك انت كمستخدم عادي ما ينفعش تدخل على الانترنت المظلم، والسبب هو انك ممكن تكون اداة هيتم استخدامها من قبل جيش سبراني معادي لبلدك، وانت هتبقى مجرد طعم بيسهل للجيش ده تسهيلاته في عمليات الهجوم. وفي بداية الحلقة لو تفتكر قلت لك انك ممكن يتوجه لك اتهامات عن جرائم انت اصلا ما تعرفش عنها حاجة، والسبب هو انك اتركبت من اي جيش سبراني او هاكر ملوش لازمة، وبيتم توريطك في حاجات انت ما تعرفش عنها حاجة. وطبعا انت هيتم كشفك في اقل من ساعات من خلال الجيش السبراني التابع لبلدك، والسبب انك بالنسبة للجيش السبراني اللي راكب جهازك او المعادي لبلدك انت بالنسبة له مجرد طلقة بتتضرب في المعركة مرة واحدة بس. عشان كده هيستخدموك في ابسط الامور حتى لو كان ده تمن حياتك، عشان هيتم كشفك بعد اي عملية هجوم تم استخدامك فيها، وفي لحظة هيتم القبض عليك والتحقيق معاك. حتى انت لو نكرت كل ده وقلت انك ما تعرفش اي حاجة عن كل الاتهامات دي، وانت بالفعل ما هتكونش عارف اي حاجة، هيتم ليك توجيه سؤال مش هتلاقي ليه اجابة نهائي. السؤال هو
لما انت مش عضو في الجيش السبراني لبلدك او مبرمج لشركة انظمة او تطبيقات، يبقى ايه هو السبب اللي دخلك على شبكة الدارك ويب وانت عارف ان هي شبكة محظورة؟ غير كده هتبقى داخل وهدفك انك تقوم بشراء شيء ممنوع او تعمل عمل غير قانوني. وبكده اول حلقة خلصت من البودكاست اللي هنقدمه باستمرار طول 2020.